السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هوريكم يوم من أيام الشغل بتاعنا، من طلبات الزباين بتوعنا، سواء بعمل لايف أو طلبات خاصة. تعديلات، حك، تركيب، صياغات يدوية. محمد أهو بقى فرجنا، خلصت كل حاجة مطلوبة. كله يا باشا تمام الحمد لله. طيب أول حاجة بقى توريها لنا إيه؟ المرمات. المرمات دي يا جماعة تعديل الخواتم، التكبير والتصغير. المهم في اللي أنا عاوز أفرجكم في المرمات دي إن دي صياغة عارف. ناس كتير أوي بتخاف من صياغة عارف إن هي تتعدل. لا، بتتعدل وبتطلع زي ما أنت شايف كده. هنا المفروض مكان التعديل، شايف عامل إزاي؟ وغير الحاجات اللي هنا لما بتيجي تكبر الخاتم بتروح، لا ده انت بتخلق مكانها تاني، تخليها ترجع لنفس الشكل اللي كانت عليه. وده برضو عارف، تحفة ولا غلطة ما شاء الله. وهنا برضو الخاتم ده متكبر ولا غلطة. ده كده بالنسبة للمرمات. ايه اللي جاي؟ الحك يا جماعة وصقل الأحجار. بص دي الجميلة دي اوبسيديان يعني الملكة، وعلى صيغة عارف الأصلية. ده كان طلب العميل، نشيل الحجر اللي عليه ونحط الحجر ده. وده عقيق شجري طبيعي 100%، لوحة ربانية ما شاء الله. وصيغة حمادة في اي بي الأصلية. رائع، تسلم الأيادي. ودول يا جماعة حجرين أوبسيديان. طب هتقول لي ليه بتفرجنا على حجرين؟ اللي دول كانوا من حجر واحد كبير واتقطع، ودول طلعوا منه برضه بناء على طلب العميل. كانوا حجر زي كده. ال- الناس كانت تقول لما هتيجي تقطع مش هتطلع الظاهرة اللي هي الفاير اللي بيكون على السطح ده. طبعا ده لو حصل وما طلعتش الظاهرة دي يبقى الأحجار دي مصنعة، لكن الأوبسيديان الطبيعي الحر 100% لازم لو قطعت كمان دول نصين هيطلع كل نص فيهم بنفس الظاهرة دي. وطبعا دي من طلبات العملاء كمان على فكرة. ده مطلوب ان هي تتعمل دلاية. معاك طلبات تانية؟ ايوه يا باشا. يلا بينا. ودي دلاية معمولة الحجر الفيروز الجميل ده، تحفة. الحاجات دي طبعا كلها بتتعمل بناء على طلب العميل، هو اللي بيطلب التصميم اللي بالشكل ده. فيروز ودلاية رقيقة، تحفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي بتبقى طلبات عمولة طبعا. وده حلق الملاوي جارنت، حاجة نسائية كمان. وده شغل يدوي كمان، مش شغل جاهز. تحفة صراحة الحلقين دول ما شاء الله. تسلم الأيادي. وتعالى الجميل الصيغة اليدوية الخاصة بيا دي. وده حجر سترين طبيعي، شوفوا الجمال. ده شغل يدوي عمولة برضه، رائع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده فاضل حاجة تانية؟ الحاجة بتاعتك بقى. اه الحاجات دي اللي هو أنا تركيب بيبقى معايا الفوارغ بتاعتي بنركب عليها الجوهرات بتاعتي. يعني ده التلاتة دول معروضين للبيع. ده كده طلبات ناس كلها خلصانة والتلاتة دول معروضين للبيع. تحفة. هنا بقى بنشوف التركيب جودته مع جودة التشطيب. فضة عيار 950 رائع. ياقوت موزمبيقي حر، أماتيست، تحفة ما شاء الله. وده عظمة، الله أكبر. زمرد زامبي، ملاوي جارنت، جودات جواهر قوية جدا. والتصميم ده تصميم تنفيذي. بس كده يا جماعة ده يعني بعيدا عن دول، يعني ملبوس العافية على الجميع وتتهنوا بيهم يا رب.